شا مين؟ انا عارف طبعا خالتي شا، بس طبعا عشان انتوا فاهمين المصداقيه واللي لازم تفهموا نعرف ساده المشاهدين. اسم حضرتك ايه؟ شادية. اسم حضرتك شاديه؟ أنا ابن خالتك شادية، هي مش أخت أمك لازم يعني، بس أنت فاكر جوز عمة خالة والدة أنا جارهم. افتكرتك. ايوه طبعا. لا، ايه؟ أنا أزعل منك أوي. ليه؟ أنت شكلك كده ناسيني. لا اوعى تقول الكلام لا ده. أزعل. لا. ده أنا وأنت متربيين مع بعض. ده أنا وأنت راضعين على بعض. يعني أنا وأنت راضعين من نفس ايه يا استاذ البرنامج احنا على الهوا. طيب أقول لا. اتفضل. فاكر أنت يوم ما سقطت في الثانوية العامة راحوا جم مقلعينك بلبوس ورا؟ الحمد لله ان ضيفنا وقريبي سرح في الوقت المناسب. طب عموما خلينا ننسى الماضي يعني ونركز في المستقبل، نكلمك بقى عن احلامك، طموحاتك، ايه اللي جاي، جديدك ايه؟ نمرة واحد، أنا هقعد عندك في البيت لحد ما ألاقي سكن. تنور طبعا، يعني كل قرايبي بيتي مفتوح ليهم في اي وقت، ولكن لحد امتى؟ نمرة اتنين، هتشوف لي شغلان عشان احوش تمن الشقة عشان امشي من عندك. اكيد. طب بس يعني نحب نعرف سعادتك بتشتغل ايه مثلا؟ انا استرج نابولي. يا سلام. يعني الاسطر، الجملكة، الدوكو، طبعا كل ده انا جايب معاه العدة، رشاش، كومبروس. والله العدة ايوه. انا نسيتها بره، هقوم اجيبها. لا تقوم تجيبها ايه؟ انت عايزه حلقتين لوحدها على بال ما تروح وتيجي. خليك معانا. طب احنا خلينا يعني ننسى المهن وتعالى نتكلم. طب عموما سادة المشاهدين، على بال ما ضيفنا يرجع من الغيبوبه وعالمه الافتراضي اللي دخل فيه تعالوا نتكلم عن حلقتنا. ليه يا جماعه ما يبقاش عندنا مثلا عيد السلايف، عيد الضراير، عيد نمرة تلات، اسم سعادتك ايه؟ شميخة. نعم فندم؟ شميخة. اسمك الثلاثي ايه؟ شميخة. ايوه. شميخة أبو جبلاية. طب مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني نكمل حوارنا مع استاذ، اسم بتاعتك ايه؟ خميس. استاذ شخيمه، ونرجع لكم تاني. شكرا مشاهدينا. مين ده يا سالي؟ انت مين يا ابني انت؟ واو هايل، ميرسي. برافو. الموديلات دي بقى يا حبيبتي يعني تروح بقى فين؟ في المعادي، ها، في الزمالك، في مدينة نصر، مش هنا. انت جيتي هنا غلط، فاهمة؟ انت جاية هنا مكتب رفايدة هانم. عارفة مين رفايدة هانم؟ أكبر مصدرة تصميمات في روما والشانزليزيه والتجمع الخامس. التجمع الخامس انا عارفاه، ده انا نفسي جدا اسكن فيه. مش هيحصل. ده حتى لو اوضه في شارع ال90 مش هيحصل. طول ما انت كده مش هيحصل يا ماما. انت المشكله عندك في الكالرز، الالوان عندك ما فيهاش اي هارموني، ما فيش اي تناغم. ازاي بس فاهمين؟ انا مش فاهمه حضرتك. هو ايه اللي ازاي؟ الالوان ما بتتفهمش، الالوان بتتحس والاحساس ما بيتقالش. انت فاهمه؟ الله، الاحساس ما بيتقالش. والله تنفع مطلع اغنيه. انسي التطبيل والتزمير ده معايا. انسي انك تمسحي لي جوخ. اهدي بس حضرتك، فهميني ايه اللي مضايق وانا هفهم على طول. الالوان دي زي البني ادمين، زينا بالظبط كده. ايوه ليهم طباع ومشاعر. ايوه. عندك الموف مثلا، لون صريح ما بيتكسفش، لازم تكسريه وتكسفيه بلون اسود. ها؟ او تضيفي عليه لون ابيض عشان تخففيه. معاكي. عندك اللون الازرق. اللون الازرق ده ايوه شايفاه. مقفول، عايز يتنفس، عايز هوا نظيف نقي. نفسحه. تفسحيه؟ اهو كده ابتديتي تفهميني. برافو عليكي. ركزي بقى وانجزي. انا مركزه. تمام؟ ايوه. اول ما هتبتدي تركزي وتنجزي، ها، هخليكي تمسكي تصميمات الشركه، والوينتر اللي جاي كله تصميماته بتاعتك.
طب ممكن اقول لك على حاجه بس ما تتضايقيش؟ ممكن نخليها السمر يعني، اهو يبقى ارق واسهل. انا ما اعرفش الفشل، الكلام ده انا ما فهموش. ها، اللي مش واثق في نفسه ما يجيش هنا، اللي مش واثق في نفسه يستاهل نفسه. فاهمه؟ ساره يلا حبيبتي، يلا حبيبتي على جوه، مفيش وقت، يلا ايه في ايه يا شريف؟ قلت لك مليون مره الحاجات دي ما بتجيش قفش. فاهمك لحد امتى؟ انت فهمتي ايه؟ انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص. يلا على جوه، يلا يلا. ايه الاكل في الميكروويف، سخن وكل. يا ستي مش الاكل، انت كل في دماغك الاكل. شميخه داخل ورايا باقصى بطء. يلا. شميخه مين؟ نعم يا اختي، هو انت ما اتفرجتيش على الحلقه وعرفتي ان شميخه ده قريبي؟ ايه يا شريف، كان عندي شغل. وبعدين سيبك من قريبك ده خالص، ركز معايا. اللون ده محتاج ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستحمى؟ يا بنتي ده شميخه اللي هياكل ويشرب وينام ويستحمى ويطلع عنا. بقول لك شميخه ده واحد قريبي ناوي يجي يعيش معانا هنا بقى على بال ما يلاقي شقه ويشطبها. يلا على جوه بقى، نحط حاجه قدام البيبان بقى عشان ما تبانش اوض وكده. يلا قبل ما يجي بسرعه. حرام عليك يا شريف، ادعي له ربنا يوفقه. وبعدين سيبك من الكلام ده كله، قول لي اللون ده محتاج ايه؟ يا بنتي سيبك من الالوان دلوقتي. الواد ده لو حتى لو لقى شقه وشطبها فيها 100 سنه على بال ما ينقل، ده عامل زي الزحلفه. يلا حبيبتي هفهمك بعدين. يلا فهمي. ابني اهدى شويه وما تهولش الموضوع. ثانيه واحده بس، بذمتك اللون ده مجرم ومحتاج يتقبض عليه. لون ايه اللي مجرم؟ انت بتجنونه يا ماما. ساره اصحي معايا شويه. بقول لك واحد من عيلتنا جاي يعيش معانا العمر كله، فهمتي؟ ايه؟ ما قلتليش ليه كده من بدري؟ تعال على مهلوك يا رجاله والنبي، على الاقل من مهلوك. هو هتخبطوه ولا تجرحوه؟ بس نزلوا هنا، نزلوا هنا. حلو كده. بس نزل هنا. مشكرين قوي يا رجاله، مشكرين يا رأفت. حاسب زميلك. الله الله، الكنبه دي لونها حلو قوي. شفتي اهو اللون البسطويسي عجب ربيع اهو عشان تصدقي. ما ده بيأكد وجهة نظري. وجهه نظرك ايه؟ ما الالوان التانيه غاليه يا عاليه. يا مصطفى اغلى ب 30 جنيه بس. بس ايه 30 جنيه بس؟ مالك بتقوليها كده كانها مش فلوس ولا حاجه؟ حرام عليك يا عاليه. مصطفى سيبني الساعات دي. طب يلا ايدك معايا، شيلي الكنبه عشان نطلعها على فوق. مصطفى شايف ده؟ ماله؟ انا حامل يا مصطفى، ما اقدرش اشيل. ايه اللي حامل ما تقدرش تشيل يعني؟ طب يلا يا ربيع، انت مش حامل، يلا شيل قدامي نطلع الكنبه فوق. بس يا شريف كده هيقع. خلاص هو كده حلو قوي. ايوه كده حلو جدا. خلاص اوعي لما يجي بقى تقول له اي حاجه. لو سال ده ايه ده بقى، دولاب بقى عاملينه بتشيل فيه بقى حاجات بقى في الطرقه وكده. حاضر. باين دولاب. باين يلا دولاب. 100 100. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا لسه في سيرتك. تعالى كده، احنا هنا كده. انت بقى تشوف لي شغلانه كتير جنب الشغلانه الاساسيه اللي هتشوفها لي. طب انت رايح فين؟ احنا كده مش كده. ليه بقى؟ ليه بقى؟ علشان انا جوايا طاقه كبيره قوي. جوايا طاقه مدمره. طب تعالى احنا كده، انا شفت لك يا شميخ. انا كلمت المدير بتاع القناه بتاعنا عشان يشوف لك شغلانه بقى عندنا في القناه. بس ياكش انت تسد بس. ها اسكت. ايه؟ هو اللي يسيب. بقول لك جوايا طاقه كبيره مدمره. ده انا هبهركم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل، ده انت نورتنا وشرفتنا. حقيقي انتوا طيبين قوي. الله يخليك. طيبين قوي. الله يخليك. خلاص. ربنا يقدرني كده ويسعدكم في الكام سنه اللي هقعدها معاكم هنا. كام سنه ايه؟ انت ناوي تعيش معانا بقيت حياتك هنا؟ احنا من بكره هنشوف لك شقه تقعد فيها بقى من سكن العمال وكده. يلا شميخ بقى عشان الصلاه هنا. انا ممكن انام تحت السرير. حلو. ممكن انام في الصندله. ممكن انام على سطح البيت فوق، على سور البيت، على اي حاجه، على الخوازيق بتاع الشباك بتاع الجيران. فكره حلوه، ادي فكره.